مع الكرامة اف ام تحلى الايام. منير العليبي، امين مال جمعيه الملعب الرياضي بالمكناسي. اثناء الميزانيه نتاع البلديه نتاع الجمعيه المحققه حوالي 45 ألف دينار، متأتية من الوزارة ومن الولاية ومن البلدية، وتبرعات من بعض الخواص. مثلا عندنا معمل جبس كنوف هنا قاعد يساهم إشهار. اي نوع من هو ما شرطش عليه الحق الاشهار، اما يعاون، جرت العاده انه يعاون كيما معمل الفريب زاده، وان كانت الاعانه نتاعو ما هيش بك الاهميه الكبيره، لكن تحسب. كذلك مجمع بولينا بتونس بارك الله فيه زاد مشكور، قاعد يساهم في دعم موارد جمعيه الملعب الرياضي بالمكناسي. التبرعات من ابناء الجهه ضئيله او لا تكاد تذكر، يعني لا تتجاوز في اقصى الحالات تقريبا 400 دينار، وهذا شيء مخجل. بجمعيه مفروض انه يلتفوا حولها ابناء الجهه ويساندوها ماديا ومعنويا وادبيا وبالحضور، لكن للاسف ما ثماش. جيت لهم تعذر في نهايه الامر، لان الامكانيات الاقتصاديه في الجهه ما هيش الامكانيات الكبيره، فهمتني. ان شاء الله ثم بعض الوعود انها ثم بعض الاشخاص وبعض الجهات تحاول، وعدتنا باش في السنه القادمه ان شاء الله يحاولوا يعاونونا. بالطبيعه المصاريف اثناء حاولنا باش نضغطوا اقصى ما يمكن على المصاريف، فهمتني. ووصلت المصاريف حوالي 35 ألف دينار لكل الأصناف، بالطبيعه لكل الاصناف، اللي هم 5 اصناف. يعني كنت نحن 35 من 45 قتلنا 10 فائض اثناء، ولهذا تحسب للجمعيه انه حاولنا ان نفضلوا فلوس باش على الاقل نلقوا باش نبداو الموسم نتاعنا، خاصه وان المنح المتاتيه من الوزاره او الولايه او البلديه تاتي بشكل متاخر. أعطينا قديش المنح نتاع الولاية والبلدية حدود؟ والله المنح كلها ضعيفة. الوزارة وصلت تقريبا 20 مليون، الولاية أقل، البلدية حوالي 4 ملايين و500، وهو مبلغ هزيل جدا، معناها حوالي تقريبا 800 دينار لكل صنف. الولاية 3 ملايين معناها، وبعد الحاح ونمشي ونجو وخيب ربي يعطينا باش يعطونا، يعني حتى الالتزام في الوقت باش يعطونا فوالا المتاخر، وهو ما ينجر عليه تعطيل في تسيير دواليب الجمعيه، فهمتني. ورغم ذلك نحاولوا نحن باش ندخلوا ونحاولوا باش ما نوفوا بالتزاماتنا، وعنينا اثناء خاصه من التنقلات، اخطاش ما لعبناش حتى ماتش في المكنسي، ماتشوات الكل لعبناها البرة، وهو ما اثقل كاهل ميزانيه الجمعيه. تصور انت معناها 5 اصناف كلهم يتنقلوا يعني في خارج المنطقه، وهو ما يكلف الجمعيه ميزانيات مصاريف ان شاء الله. الميزانيه بون اثناء الميزانيه ما زلنا ما عناش احنا ميزانيه محدده بعينها، لكن ننتظروا بالطبيعه المنحه من الوزاره والولايه والبلديه وبعض الخواص كذلك، وان شاء الله اثناء تفوق الميزانيه، خاصه وعندنا امان تقسم على 5 أصناف بما فيها التغذية ومصاريف والتنقل ومدربين، والحمد لله
وأنه السنة إن شاء الله ننطلقوا في الملعب الجديد، الملعب المعشب، واللي نشكر الدولة بالمناسبة أنها اللي اتصلت بينا وجد، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. مع الكرامة FM تحلى الأيام.